يا مساء الخير عليكم، يسعد مساكم جميعا يا رب. متابعين الكرام، اتمنى الجميع يكون بخير وصحه وسلامه ان شاء الله باذن الله. الموضوع النهارده مهم جدا زي ما شايفين كده في عنوان الفيديو. بجد يعني الموضوع بقى مرعب مش طبيعي. البوليس التركي بيحذر العرب او الاجانب بشكل عام، بس العرب خصوصا كمان، لان الموضوع ده بيحصل مع العرب يعني بصفه متكرره، وبيستهدفوا العرب بالذات اللي موجودين هنا في تركيا. على فكره مش في اسطنبول بس، في كل تركيا. فعشان كده انا طلعت على طول قلت اصور لكم الفيديو وانبه الناس اللي موجودين هنا عشان ياخدوا بالهم، او حتى لو ناس جايين زياره او كده معاهم ارقام تركيه فاحذرهم من الموضوع ده. الموضوع كالاتي، يعني انا اللي خلاني اقوم دلوقتي اصوره ان هي جات لي رساله من الامن التركي، بس دي فعلا جايه لي من الامن التركي الرساله دي، ان بيحذر المواطنين او العرب او الاجانب بشكل عام، الناس اللي موجوده هنا، انه لو جالكم اي اتصال بيقول لكم ان انا تبع الامن التركي او البوليس التركي ما تردوش عليه. ليه؟ لان طرق الاحتيال بقت كتيره جدا هنا، وخصوصا الاحتيال الالكتروني عن طريق التليفونات، عن طريق البرامج، فبقت كتيره. فدلوقتي بقوا يعملوا ايه؟ بيتصل عليك شخص وبيبان الرقم اللي بيتصل عليك منه كانه رقم تبع مؤسسات الدوله، فاهمين؟ بيبقى رقم باين كانه رقم رسمي، واللي بيكلمك فعلا من صوته ما تشكش ولا 1% منتحل شخصيه شرطه او بوليس او امن عام هنا في الدوله، فبتحس انه فعلا كده تبع الامن، مش حد بيضحك عليك او حد بيقول لك كلام وخلاص. فبيقول لك ايه الشخص ده؟ ان الهويه بتاعتك او الاقامه بتاعتك تم استخدامها في عمليه ارهابيه او غسيل اموال. فبالتالي انا لما اسمع حاجه زي كده اكيد طبيعي هخاف. لو حد مش واعي بالموضوع او مش دارك الموضوع، متدارك وعارف ان دي ممكن تحصل حالات احتيال بالشكل ده، ممكن عادي جدا بعد كده يعني يتماشى مع الشخص ده ويرد عليه في كل اللي بيساله فيه. ممكن يسالك عن بيانات شخصيه، يسالك عن حساباتك البنكيه، يسالك على كذا حاجه. في ناس ممكن عادي جدا على فكره تتجاوب وتدي كل بياناتها، فده غلط جدا طبعا، ما نديش بياناتنا. وبعد كده هو بيقول لك ايه الشخص المتصل بيك؟ بيقول لك لازم تحول الرصيد بتاعك البنكي تحوله على رصيد تابع للدوله. فهو بيديك حساب وهمي، بيقول لك ان الحساب ده تابع للدوله فتحول فلوسك عليه عشان تبقى فلوسك في امان، وفي نفس الوقت احنا نتحقق من مصدر الفلوس دي. طبعا لما يتقال لك حاجه زي كده وبصيغه تهديد وتحس انه تبع الدوله، ويقول لك كمان الحاجه اللي بتخوف الناس اكتر، بيقول له مثلا اذا انت ما عملتش الخطوه دي انت هتتعرض للترحيل من البلد، ان انت هيرحلوك من البلد. فالناس عشان كده بتقع في اخطاء كتيره، ان هي تتجاوب مع الموضوع وتدي بياناتها، ويبقى كده خلاص حسابك اتهكر وفلوسك اتسرقت وكل اللي عندك اتسرق. عشان كده الناس تخلي بالها جدا. حكايه انك هرحلك ومش هرحلك، عمره في حياه البوليس ما هيقول لك كده. وفي حاجه كمان، ان الامن التركي بيقول لك في الرسائل اللي بيبعتها لك، بيقول لك الامن عمره ما هيسالك عن فلوسك ولا على اموالك ولا على اي حاجه من الحاجات دي، ولا مثلا عندك ذهب او عندك حساباتك البنكيه. الحاجات دي عن طريق التليفون البوليس عمره ما يسالك، الا لو لا قدر الله حصل حاجه ورحت للبوليس انت بنفسك، او حصل حاجه دخلت الاسم البوليس، في الحاله دي في حاجه تخص الموضوع ده هيسالوك. لكن غير كده في التليفون عمره ما هيسالك في حاجه زي كده، لا حساباتك البنكيه لا ذهبك ولا اي شيء يخصك، ما بيسالكش. ففي حاله حصل اي حاجه زي كده، جالكم اتصال زي كده، جالكم تليفونات زي كده او رسائل زي كده، حاولوا ما تردوش عليها. ولو فتحوا وقالوا لكم الكلام ده على طول اقفلوا الخط، لان لو في حاجه جديه يعني حاجه رسميه فعلا هيجوا لك لحد عندك وهيتكلموا معاك. لا قدر الله، ربنا يحفظ الجميع يا رب وما يحصلش لحد حاجه زي كده، فهيجوا لك لحد عندك وهيتكلموا معاك. لكن اول ما تسمع حاجه زي كده روح اقفل الخط في وشهم على طول. ولو لا قدر الله لقيته اتصل او اتصل تاني او بعت رسائل او حصل منه تهديد، انتوا هتتصلوا على طول على 155 او 112. دي الارقام اللي بتخص الدوله، ممكن تتصلوا بيها تتكلموا معاهم وتفهموا اللي حاصل. فانا واحده من الناس على فكره حصل لي برضه اتصال زي كده، وجالي اتصال زي كده بيقول لي احنا من تبع الامن وتبع اداره الهجره، فرحت قافله الخط على طول في وشهم. لان الرسائل زي ما قلت لكم بتيجي كتير، يعني من فتره للتانيه الامن التركي بعت للناس رسائل في التليفونات، فمعظم الناس بقت شبه واعيه. بس انا حبيت احذركم. وكمان الاهم ان الموضوع اللغه، ان الواحد صعب اللي مش عارف اللغه التركيه، فلما حد يجي يتكلم معاك او مجرد ما قالك كلمه بوليس انت خلاص يعني بوليس وكملك، فانت بتديله البيانات تلقائيا من دون ما تفكر. خصوصا لما هي يقولك انت هرحلك من هنا او كده، فالناس بتخاف وهتتجاوب. واللي مش عارف اللغه كمان هتلاقيه اداله البيانات على طول بوليس كأنك، يبقى خلاص يبقى حاجه رسميه، فاهمين؟ فالناس مش هتفكر فيها. فربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله ويسترها علينا وعليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، ودمتم في امان الله.